هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الايزوتونستي. فقبل عشان نتكلم عن الايزوتونستي محتاجين نتكلم عن مقدمه في غايه الاهميه وهي الاوزموزس. اوكي، ما هو الاوزموزس؟ هي فينومينا وانا شرحتها لك بالفعل في احد المحاضرات. هي فينومينا بيبقى عندي اهم حاجه في التعريف بتاعي هو سيمي بيرميبل ممبرين. بيبقى عندي تو شامبرز زي ما انت شايفه، شامبر رقم 1 وشامبر رقم 2 يعني اوضتين. الشامبر دي فيها سوليوشن، تمام؟ ده سوليوشن واحد، ده سوليوشن رقم 2. حلو. وبيفصل ما بينهما سيمي بيرميبل ممبرين زي ما انت شايفه. سيمي بيرميبل ممبرين يعني يقدر يتحكم في الحاجات اللي بتمر وحاجات لا. ففي حالتنا هنا السيمي بيرميبل ممبرين بيسمح بمرور السولفنت فقط، هيسمح بمرور الميه بس، اللي هو السولفنت بتاعي بس، مش هيخلي السوليوت يعدي. طيب، فبنلاحظ هنا في سوليوشن رقم 1 ان سوليوشن رقم 1 كونسنتريتد، مركز. بص السوليوتس فيه كتير قد ايه. وسوليوشن رقم 2 هنلاحظ هنا ان هو دايليوتد، دل يعني خفيف. فاذا عندي فرق في الكونسنتريشن. في العادي لو كانت الممبرين اللي بينهم ده مش سيمي بيرميبل، كان اللي حصل ايه؟ كان المكان اللي مليان سوليوتس، السوليوتس اتحركت للناحيه الثانيه عشان تعادل الكونسنتريشن. لكن في الوضع الحالي انا عندي سيمي بيرميبل ممبرين، بيحصل فينومينا ثانيه، ظاهره ثانيه، عشان الكونسنتريشن يتظبط ما بين التو شامبرز دول، بيبتدي السولفنت هو اللي يتحرك مش السوليوت. فالسولفنت هيتحرك من المكان اللي فيه سولفنت كتير للمكان اللي فيه سولفنت قليل. فين المكان اللي فيه سولفنت كتير؟ اللي هو دايليوتد، اللي هو الخفيف. فنلاقي الميه بتبتدي تتحرك من هنا لهنا عشان خاطر تعادل الكفه ما بين التو شامبرز. فيقول لك اهو فينومينا السولفنت هو اللي بيتحرك ما بين سيمي بيرميبل ممبرين من الدايليوتد سوليوشن للمور كونسنتريتد وان ان اوردر تو اتشيف ايكوال ايه؟ كونسنتريشن. طيب مين اللي بيتحكم او يعني اندفاع الميه من الشامبر رقم 2 للشامبر رقم 1؟ ده بيقع تحت تاثير ايه؟ بيقع تحت تاثير حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر. يقع تحت تاثير الاوزموتيك بريشر، في ضغط كده بتتحرك بيه المياه اسمه الاوزموتيك بريشر. طب هو الاوزموتيك بريشر ده اتخلق ليه؟ بقى في ضغط ليه؟ عشان في فرق في الكونسنتريشن. فرق في الكونسنتريشن مين؟ السوليوت. اذا انا عندي شامبر هنا كان فيها عدد كبير من السوليوت مركزه، وعندي شامبر هنا كانت خفيفه يعني عدد قليل من السوليوت. فاذا الميه اتحركت من المكان اللي فيه سوليوت قليل للمكان اللي فيه سوليوت كتير. طيب اذا كان هنالك فرق ما بين عدد او تركيز السوليوت، فده اتخلق منه اوزموليك بريشر. فاذا انا اقدر اقول بلفظ اخر ان الاوزموليك بريشر از كوزد باي، وبيتغير with the solute concentration. يعني الاوزموتيك بريشر بيعتمد على التركيز بتاع السوليوت. صح؟ صح، كلام سليم. واقدر اقول لك معلومه ثانيه ان الاوزموتيك بريشر ده واحد من حاجه او من مجموعه حاجات اسمها كولاجيتيف بروبرتيز، الخواص المكمله او الخواص التكميليه او الخواص المتكامله. فاذا دلوقتي انا طلعت بايه؟ بحاجتين مهمين جدا. مبدئيا كده احنا بنتكلم في الانترو بتاعتنا، تمام؟ اول حاجه عرفت ان الاوزموتيك بريشر ديبندز اون السوليوت. حلو كده؟ طيب وعايزك بين قوسين مع بعضينا كده النمبر اوف بارتكلز. حلو، عدد البارتكلز. طب ايه تاني؟ قال لي ان الاوزموتيك بريشر از one اوف كولاجيتيف بروبرتيز. فاذا هناخد الكولاجيتيف بروبرتيز دي ونفهمها. ايه هي الكولاجيتيف بروبرتيز دي؟ ايه الكولاجيتيف بروبرتيز دي يا دكتور؟ قال لي دي خواص لمين؟ للسوليوشن. هو يعني ايه سوليوشن يا دكتور؟ سوليوشن يعني سولفنت زائد سوليوتس، يا سوليوت يا سوليوتس، يعني جواها حاجه، سولفنت وسوليوتس. واقدر اقول لك ان السوليوتس دي في الاول وفي الاخر هي بارتكلز، جزيئات، صح كده؟ صح. طيب فاذا السوليوشن ده له خواص. ايه هي الخواص بتاعته يا دكتور؟ له خواص كتير طبعا، خواص بالمئات، بس عندي مجموعه خواص اسمها كولاجيتيف بروبرتيز 4. الخواص دول بيعتمدوا على حاجه وهم بيعتمدوا على بعض، مرتبطين قوي ببعض، يعني واحده فيهم تتغير الباقي يتغير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين هم دول يا دكتور؟ قال لي رقم واحد اللي لسه واخدينها حالا الاوزموتيك بريشر. رقم اثنين عندي حاجه اسمها فريزنج بوينت ديبريشن. هي الخاصيه اسمها كده فريزنج بوينت ديبريشن. يعني خاصيه الانخفاض في درجه التجمد. هي اسمها كده الانخفاض في درجه التجمد، مش درجه التجمد. يعني الخاصيه بتاعتي مش بتتكلم عن درجه التجمد، لا احنا بنتكلم في انخفاض درجه التجمد. طيب ايه اللي بعده؟ عكسها بويلنج بوينت elevation. يعني ايه؟ الارتفاع في درجه الغليان. طب رابع واحده يا دكتور فيبر بريشر. فيبر بريشر ديبريشن، وهم هتلاقيها عندك في الكولاجيتيف بروبرتيز او فيبر بريشر ديبريشن او لورنج، واوزموتيك بريشر فريزنج بوينت ديبريشن، والبويلنج بوينت اليفيشن. دول
الاربعه دول اسمهم الكولاجيتيف بروبرتيز او الخواص التكميليه بتاعت اي سوليوشن في الدنيا، اي محلول في الدنيا. طب هما يعني ليه ما اقولش بويلنج بوينت؟ ليه ما اقولش فريزنج بوينت؟ يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ ليه اسمهم كولاجيتيف؟ مبدئيا كولاجيتيف بروبرتيز عندي مبدئيا كل الحاجات دي depends on number of particles، عدد فقط وليس نوع. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني الحاجات دي كلها الاوزموتيك بريشر، الفريزنج بوينت بريشر، البويلنج بوينت اليفيشن، الفيبر بريشر لورنج او الفيبر بريشر ديبريشن، كل الحاجات دي بتعتمد على عدد البارتكلز فقط مش نوع البارتكل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله السوليوشن لو فيه 10 بارتكل الاوزموتيك بريشر هيزيد بمقدار و2، هيبقى قيمته 2 مثلا. يعني لو انا عندي 10 بارتكلز جوه السوليوشن ده، لو السوليوشن بتاعي حطيت فيه 10 بارتكل من اي حاجه في الدنيا، جلوكوز، صوديوم كلورايد، بوريك اسيد، فينيتوين، اي حاجه في الدنيا حطيت منها 10 بارتكل جوه السولفنت بتاعي، الاوزموتيك بريشر هيبقى قيمته 2 مثلا. والفريزنج بوينت ديبريشن يعني انخفاض في درجه التجمد هيحصل بقيمه 0.8. هنفهم الكلام ده كمان شويه. والبويلنج بوينت اليفيشن يعني درجه حراره الغليان هترتفع بقيمه 0.7. والفيبر بريشر لورنج، خليها بالاسم المظبوط بتاعها لورنج، هيحصل بقيمه 0.5 مثلا. كل ده يحصل لما احط 10 بارتكل. طب لما احط 15 بارتكل هنلاقي الارقام دي كلها اتغيرت. بس دائما ابدا في علاقه ما بين الفريزنج بوينت ديبريشن والاوزموتيك بريشر، وفي علاقه ما بين الفريزنج بوينت ديبريشن والبويلنج بوينت اليفيشن. يعني ايه علاقه يا دكتور؟ يعني انا اقدر احسب مقدار الاوزموتيك بريشر بمعلوميه الفريزنج بوينت ديبريشن. تاني والله دلوقتي انا عايز اعرف الاوزموتيك بريشر بتاع السوليوشن ده، السوليوشن بتاعي عايز اعرف الاوزموتيك بريشر بيتحرك بيه. طيب حاجه زي كده اعرفها منين؟ اعرفها بسهوله جدا بمجرد اعرف الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعته. ليه؟ اصل دكتور محمدي قال لي ان الحاجات دي كلها مرتبطه ببعض، لو عرفت واحد فيهم اقدر اعرف الباقيين، لان في بينهم قوانين وعلاقات بتربط ما بينهم اسمهم كولاجيتيف. كولاجيتيف يعني ايه؟ مكملين او متكاملين او مترابطين. ليه؟ لانهم كلهم بيعتمدوا على النمبر اوف بارتكلز، ولا يعتمدوا على نوع الحاجه اللي محطوطه خالص، بيعتمدوا على عدد البارتكلز بس. بيعتمدوا على ايه؟ عدد البارتكلز بس. رقم بي they all depends and connects with each other، يعني مرتبطين ببعض. ايه اهميه الكلام اللي انا بقوله لك ده؟ ده مهم جدا لان ده اللي هيدخلنا في قصتنا بتاعت الايزوتونستي دلوقتي، عشان هتفهم كمان شويه حاجات مش تفهمها غير لو قلت لك الايه القصه دي. تمام؟ طيب نخش على اللي بعده. فهنا بيفهمني الكولاجيتيف بروبرتيز، ودي خاصيه للسولوشنز بتعتمد على النمبر اوف بارتكلز اهو، ولكن ولا تعتمد على التايب بتاع الحاجه المحطوطه. طيب نخش بعد كده على حاجه من الحاجات المقدمات المهمه جدا اللي عايز اقولها لك. ان انا عندي اتفقت معاكي ان السوليوشن عباره عن سولفنت وسوليوت. طيب السوليوت ده نوعين. عندي نوع وهو الالكترولايت والنون الكترولايت. نفتكر مع بعض كده واحنا صغيرين لما كنا بناخد الحاجات اللطيفه دي. هو ايه الالكترولايت ده يا دكتور؟ الالكترولايت ده عنده قدره على الايونايزيشن، عنده قدره على الايونايزيشن، لكن النون الكترولايت ده مفيش ايونايزيشن. اوكي، ما عندوش ايونايزيشن. حلو. طب ده يفرق معايا في ايه؟ لا، يفرق في حاجه مهمه جدا في الكلام اللي احنا لسه قايلينه. مش انا قلت لك ان الكولاجيتيف بروبرتيز دي بتتاثر بعدد البارتكلز؟ طيب هيفرق في ايه او ايه علاقته؟ تعال اقول لك. هيفرق ان انا هنا لما اقول لك والله مثلا انا عندي 100 مولكيول اوف ديكستروز، والديكستروز ده اكزامبل عن الحاجات النون الكترولايت اللي هي مش بيحصل لها ديسوشيشن او مش ايونايز، ما بيحصلهاش ايونايزيشن لما تتحط وسط الميه، هي بتدوب. مش عايزك تربطي بس فكره ان هو الايونايزيشن معناه يدوب، لا، الحاجات ممكن تدوب بس مش شرط بالايونايزيشن. الايونايزيشن ده يعني تتفك الايونز، تتحول ايونز المولكيوليه تتفك انتو ايونز. اوكي، فاذا انا لو عندي 100 مولكيول اوف ديكستروز هيفضلوا يعني هنا بيفور، هنا قبل ما احطهم جوه كوبايه الميه. بعد ما حطيتهم جوه كوبايه الميه عندي قد ايه؟ عندي 100 برضه مولكيول اوف ديكستروز، يعني عندي 100 بارتكل. ففرضا ال 100 بارتكل دول هيعملوا اوزموتيك بريشر قيمته اكس، قيمته اكس. حلو كده؟ حلو. طب تعالي نروح على الناحيه الثانيه بتاعت الحاجات الالكترولايت، وخلينا ناخد مثال بيفور قبل ما احط في كوبايه الميه بالصوديوم كلورايد. لو كان عندي 100 مولكيول اوف صوديوم كلورايد، عندي دلوقتي 100 مولكيول كده، 100 جزيء من الصوديوم كلورايد، حطيتهم جوه ميه، يعني عملت منهم محلول.
من المعروف عن الصوديوم كلورايد ان هو الكترولايت. يعني ايه الكترولايت؟ يعني بيحصل له ايونايزيشن مجرد ما ينزل في السولفنت او ينزل في وسط يساعده على الايونايزيشن. فايه اللي حصل له يعني يا دكتور؟ بص حصل له ايه؟ الصوديوم كلورايد هنلاقي اتحول لصوديوم ايون زائد كلورايد ايون، اللي هي الكاتاين والانايون. اوكي. طب ده معناته ايه؟ معناته ان انا لو كان عندي 100 مولكيول من الصوديوم كلورايد اتحولوا ل 100 ايون صوديوم زائد 100 ايون كلورايد. ايه ده؟ يعني انا كنت بيفور معايا 100 بارتيكلايه، لكن افتر الوضع بص بقى عامل ازاي؟ بص بقى عندك 200 بارتيكلز. بقى عندي 200 بارتيكلز. هتقول لي بس ده 100 ايون و100 ايون، مش مشكله، احنا ما بنعتمدش، احنا بنقول يا مولكيول يا ايون. المحصله النهائيه ان انا السوليوشن بتاعي بقى فيه ايه؟ بقى فيه 200 جزء، 200 فسفوسه. كان عندي انا بدات بايه؟ ب 100 جزيء. بعد ما دخلوا السوليوشن اتجزأوا صوديوم لوحده وكلورايد لوحده او كلورايد لوحده. فايه اللي حصل؟ بقى عندي 200 فسفوسه، 200 بارتيكل. طيب ده في حاله المنظر ده في حاله الكومبليت ايونايزيشن. يعني في حاله لو انا عندي المركب بتاعي بيتأين بشكل كامل، يعني ال 100 مولكيول دول كلهم اتقسموا نصين. ان شاء الله. طيب فاذا الوضع عندي ان انا بدات ب 100 وبعد الايونايزيشن بقوا 200. طب يا ترى يا نعمه ال 200 بارتكل دول هيعملوا لي اوزموليك بريشر قد ايه؟ هيعملوا لي اوزموليك بريشر 2 اكس. طبعا العلاقه مش مباشره عشان انا بديك مثال. فاذا هنوصل لمفهوم ان الاوزموتيك بريشر ديو تو الالكترولايت، يعني الاوزموتيك بريشر بتاع سوليوت، السوليوت ده نوعه الكترولايت، هيبقى اعلى من الاوزموتيك بريشر ديو تو نون الكترولايت. وادينا فهمنا السبب ليه. وده ينطبق على كل الكولاجيتيف بروبرتيز اللي فاتوا. يعني لو جيت قلت لك الفريزنج بوينت ديبريشن ديو تو الكترولايت هتبقى قيمتها اعلى من الفريزنج بوينت ديبريشن ديو تو نون الكترولايت. ليه؟ اصل دي عرفنا ان بيحصل له ايونايزيشن، فبالتالي عدد البارتكلز اللي بتبقى موجوده في المحلول اكبر، بالرغم من ان هم الاثنين بداوا بنفس الوزن او بداوا بنفس عدد البارتكلز. يعني ده بدات ب 100 مولكيول وده بدات ب 100 مولكيول، ولكن مجرد ما حطيتهم في السولفنت وتكون عندي سوليوشن، لا الالكترولايت اداني عدد بارتكلز اكتر. طب يا دكتور ما تديني بس يعني مثال تاني في موضوع الالكترولايت ده، عشان حاسس ان انا ما قفشتش الحكايه كده. طيب تعالي ناخد مثال الزنك سلفيت. والزنك سلفيت ده بيقال عليه 2 ايون الكترولايت. يقول لك ايه؟ انا عندي 2 ايون الكترولايت واللي هو الزنك سلفيت. يروح قايل لك في المساله ايه؟ بصي بقى الحته الجديده دي. يقول لك الزنك سلفيت 60% ديسوشيشن. كالكيوليت الاي فاكتور. ايه بقى الكلام الجديد ده؟ واحده يا دكتور، انت خدتني في دوكه كده عشان ما فهمتش حاجه. وانت مش كنت هتقول لي هتفهمني هو الالكترولايت بيطلع بارتكلز كتير ليه؟ بالمره ادينا بالمره. هقول لك يا ستي مبدئيا اكتبي دايما كده الزنك سلفيت. المفروض ده لما بيجي يتقاين يطلع ايه؟ يطلع لي ايون زنك ويطلع لي ايون سلفيت. ده في حاله الكومبليت ايونايزيشن، يعني 100% ديسوشيشن، صح؟ طب هل هو في المساله عندك قال لك ان هو اتفك بنسبه 100%؟ لا يا دكتور، ده قال لي بنسبه كام؟ قال لي بنسبه 60% ديسوشيشن. فاذا طالما ب 60% ديسوشيشن يعني مش كل المولكيولز not all the molecules of zinc sulfate has dissociated، يعني مش كلهم اتفكوا. ده في بعض المولكيولز فضلت زي ما هي از مولكيولز. ايه ده؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني بصي ادي زنك سلفيت، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في بعض المولكيولز فضلت كامله ما اتفكتش. مش ده اللي هو قال لي ان في 60% اتفكوا وفي 40% فضلوا زي ما هم مولكيولز. طب وظهر عندي حاجات اتفكت اهو. طب يتبقى ايه؟ يتبقى ان حضرتك تحط القيم. طب تعال نحط في اللي فوق عشان سهله شويه. اللي فوق هنا لو كنت بدات ب 100 مولكيول قلت لك ان 100% اتفكوا، يعني ال 100 مولكيول زنك سلفيت دول اتفكوا كلهم. فهيدوني ايه؟ ال 100 مولكيول زنك سلفيت دول كل مولكيول جواه واحده زنك وواحده سلفيت، فاذا هيطلع لي 100 زائد 100. فلو جيت سالت حضرتك احسبي لي الاي بتاعه المنظر ده، ايه الاي؟ ده اللي هو ديسوشيشن فاكتور. ده بيتحسب ازاي يا دكتور؟ بتجيبي لي الكميه اللي طلعت عدد البارتكلز في البرودكت مقسوم على عدد البارتكلز اللي ايه؟ اللي بدات بيه. بتتحسب كده اهو 200 على 100، يعني الديسوشيشن فاكتور بتاعي 2. ليه؟ لان انا بدات ب 100 طلع معايا كام بعد كده؟ طلع معايا 200. فاذا ال 200 اهم يا سيدي الفاضل على ال 100 يبقى 2.
ده كده لو في حاله 100%. عظيم عظيم. طب هنا المنظر بتاعي ده 60% ديسوشيشن. يعني ايه 60% ديسوشيشن يا دكتور؟ يعني في 60% اتفكوا و40% ما اتفكوش. طب واحده واحده، انا عندي بدات ب 100. حلو خالص. هروح الناحيه الثانيه، في كام ما تفكوش؟ في 40 ما تفكوش. صح، 40 مولكيولز ما تفكوش. حلو. وعندي كام اتفكوا؟ في 60 مولكيول اتفكوا، فهيطلع لي 60 زنك و60 سلفيت. اهو. اجمعي لي بقى كده الاي فاكتور عشان نعرف نحسبه. تعالي نجمعه ازاي يا دكتورتنا؟ بص يا سيدي الفاضل، اديني عندي 60 زائد 60 ب 120 زائد 40 يبقى 160 على ال 100، يبقى الاي فاكتور ايكوال 1.6. لا. طب قول تاني كده، قول اي حاجه تاني. اقول لك اي حاجه تانيه يا سيدي. لو عندي مثلا ايه الكالسيوم كلورايد. اوكي، كالسيوم كلورايد اهو. حلو كده. الكالسيوم كلورايد ده اهو يا سيدتني على مثلا 80% ديسوشيشن. تعالي نحسب قصته. اهو والله الراجل المحترم ده اتفقنا طالما في كميه اقل من 100% يبقى في مولكيولز هتبقى موجوده عندي. اهو هتطلع كده زائد كالسيوم زائد كلورايد زائد كلورايد. خدي بالك مش انا عندي هنا المولكيوله الواحده فيها ذره كالسيوم وذرتين كلورايد. فالمنظر هيبقى عندي بالشكل ده. طيب انا هنا بدات ب 100. كام الديسوشيشن؟ والله في 80% اتفكوا و20 فضلوا كاملين. 20 فضلوا كمولكيولز اهو. يبقى عندي 20 زائد 80 كالسيوم و80 كلورايد و80 كلورايد. صح؟ عشان عندي 80 مولكيوله اتفكوا. طب والمولكيوله بيبقى فيها قد ايه؟ فيها ذره كالسيوم وذرتين كلورايد. ده 80 و80 و80. يلا نجمع جمعتنا البسيطه. 80 في 3 ب 240. 260. يبقى 260 على ال 100 يبقى 2.6. ده الاي. ايه ده؟ اذا انا عندي الايونيزيشن فاكتور او الديسوشيشن فاكتور عندي ممكن يحصل اكوردنج للتايب بتاع الالكترولايت اللي انا حاطه. فاذا النون الكترولايت زي ما اتفقت معاكي ورا كده، النون الكترولايت ال 100 هيطلعوا 100، فعلى طول بيطلع الاي بتاعي ب 1. دخلت ب 100 مولكيول، لما دابوا او لما اتحطوا في الميه بقى عندي 100 مولكيول او 100 بارتكل. ال 100 مولكيول ب 100 بارتكل، ما فيش حاجه حصلت، ما فيش حاجه اتغيرت. لكن بصي المنظر في الالكترولايتس، لا ده انا اكوردنج للالكترولايت بلاقي النمبر اوف بارتكلز مختلف. فالموضوع بيحتاج له حسبه زي ما شفنا كده مع بعضينا، وده من ضمن الاسئله اللي ممكن تيجي لو حد يسال يعني. اوكي، فكده نكون اتكلمنا عن حاجه من الحاجات المهمه دي. تعالي نخش نكمل في المقدمه بتاعتنا الايزوموتيك والايزوتونيك والهايبرتونيك والهايبوتونيك. اولا ايزو اوزموتيك. اول واحد يعني ايه ايزو اوزموتيك؟ مش انا كلمتك عن الاوزموزس؟ وقلت لك ان انا عندي شامبر بيكون فيها الاوزموتيك بريشر اعلى من شامبر ثانيه عشان كده الميه بتتحرك. اللي هي الدايليوتد دي اللي هي بيبقى فيها سوليوتس قليله وميه كتير، اوزموتيك بريشر عالي فالميه تمشي. هنا لما اقول ان التو سوليوشنز دول ايزو اوزموتيك مع بعض. ايزو اوزموتيك يعني ايه ايزو اوزموتيك؟ التو سوليوشنز دول يعني التو سوليوشنز دول عندهم نفس الاوزموتيك بريشر. لما اقول ان التو سوليوشنز دول اللي بينهم سيمي فيربيبل بين ايزو اوزموتيك يعني ايه؟ يعني الاثنين عندهم نفس الاوزموتيك بريشر، يعني مفيش حركه، الميه مش هتتحرك من حته للثانيه. لان الميه تتحرك امتى؟ لما في اختلاف في الاوزموتيك بريشر. طب اللفظ الثاني الايزوتونيك. الايزوتونيك شبه جدا الايزو اوزموتيك، ولكن هنا انا بيبقى عندي سوليوشن خارجي هاف ذا سيم اوزموتيك بريشر مع البادي فلويد جسم. يبقى انا هنا بقارن او عندي محلول من بره مع محلول جوه الجسم، فبقول عليه ايزوتونيك. طب هايبرتونيك معنى كده ان السوليوشن الخارجي هايبر عنده اعلى اوزموتيك بريشر من المحلول الداخلي بتاع الجسم، عنده اوزموتيك بريشر عالي او عنده تونيستي عاليه، يا دي يا دي. طب يعني ايه هايبوتونيك؟ يعني الخارجي، المحلول الخارجي اللي احنا بنتكلم عنه. المحلول الخارجي يعني ايه؟ يعني حقنه، يعني قطره عين، قطره مناخير، اي حاجه حضرتك هتاخدها من بره وهتحتك بالمحاليل بتاعت جسمك، بالبادي فلويدز بتاعت جسمك. طيب الخارجي هنا اقل هايبوتونيك، يعني عنده سمولر اوزموليك بريشر او تونستي من البلازما بتاعت سعادتك. طيب حلو خالص كده، عرفنا المسميات. تعالي نعرف الافكت ونفتكره مع بعض. اول كيس اللي هي السهله خالص اللي هم ايزوتونيك، يعني حضرتك جبتي محلول من بره دخلتيه على الجسم ايزوتونيك مع الجسم. يعني ايه ايزوتونيك مع الجسم؟ يعني متماثلين في الاوزموتيك بريشر بالظبط. فده معناه ان الميه هتخرج للخلايا بتاعتنا وتدخل هتدخل للخلايا وتخرج من الخلايا بنفس المقدار وبنفس الريت وبنفس كل حاجه. فالخلايا شكلها سليم، خلايانا هتفضل سليمه. طيب في حاله لو حضرتك جبتي هايبرتونيك سوليوشن ودخلتيه على الجسم، ايه اللي هيحصل؟ هايبرتونيك سوليوشن يعني المحلول اللي انا مدخله ده سوليوتس عاليه وميه قليله. ايه ده؟ يعني الدم بتاعنا او الخلايا بتاعتنا بتعتبر هي الدايلوتد بالنسبه له. تاني، انا هايبرتونيك سوليوشن يعني ايه هايبرتونيك سوليوشن؟ يعني الميه فيه قليله والاملاح هي اللي عاليه. وانا متفق معاكي التونستي او الاوزموزس او الاوزموتيك بريشر عباره عن ايه؟ ان الميه بتتحرك من ميه كتير لميه قليل.
فاذا الميه هنلاقيها سابت الخلايا بتاعتنا وراحت للمحلول الخارجي. فنلاقي الخلايا شرينكت، يعني فضيت. حلو كده. طيب هل في حل او هل في يعني في خطوره من ده؟ في خطوره طبعا، بس عشان نتفادى هذه الخطوره دي اي هايبرتونيك سوليوشن، يعني لو ما عنديش اي حل تاني غير ان انا اعمل هايبرتونيك سوليوشن، طبعا الحاجه المثاليه ده المثالي ان احنا نصنع حاجتنا كلها ايزوتونيك مع الجسم، لكن مش طول الوقت بتعرفي، اوقات هتبقي مجبره تعملي حاجه هايبرتونيك. طب عشان اعمل الدنيا بامان وسلام، الهايبرتونيك سوليوشن يتحقن دايما في السنترال فينز، يعني الشرايين الكبيره، بحيث يخش يجيت دايليوتد مع الدم، ينخلط مع الدم ويتخفف مع الدم. فلو انا حقنت بحاجه محلول تقيل مركزه، نحقنها في ايه؟ في شريان رئيسي او وريد رئيسي، بحيث يتخفف مع الدم، وساعتها مش هيبقى فيه منه خطوره. يبقى الحاجات الهايبرتونيك والحاجات الايزوتونيك مفيش منها مشاكل. الايزوتونيك تتحط في اي حته في اي وقت، لكن الهايبرتونيك لازم نحطها ايه؟ في سنترال فين عشان تتخفف. طب ليه بقول لك حاجه زي كده؟ بقول لك عشان كده في المسائل لو طلعت لي حاجه، لو في تحضيره من التحضيرات اللي انا شغال عليها ايزوتونيك، مش هعمل فيها حاجه. طب هايبرتونيك، مش هعمل فيها حاجه. انما خوفي من مين؟ خوفي من الحربايه دي اللي هي الهايبوتونيك. ليه يا دكتور بخاف من الهايبوتونيك؟ اصل الهايبوتونيك هنا المحلول اللي داخل من بره ميته كتيره، والخلايا بتاعت جسمي ميتها قليله بالنسبه له، فيحصل ايه؟ الميه تمشي منه وتخش جوه الخلايا، فيحصل رابتشر، تفرقع. طب يعني ايه المشكله؟ هقول لك الحاجات اللي بتشرنك ممكن تتملي تاني، مش مشكله، ما هي فضيت تتنفخ من جديد، لكن اللي فرقع ما يرجعش، باظ خلاص، irreversible. فخوفي كله من الحاجات الهايبوتونيك. عشان كده لو التحضيره بتاعت حضرتك طلعت بحساباتك هايبوتونيك، اكتشفنا ان هي هايبوتونيك، يبقى لازم نعمل لها تونستي ادجستمنت، لازم اظبط لها الايه التونستي بتاعتها عشان احولها لايزوتونيك مع الجسم. يبقى احنا نستفيد من الكلام ده ان الهايبوتونيك دراج سوليوشنز هي الوحيده اللي محتاجه تتظبط، حاجات الايه الهايبوتونيك، تمام. لكن الايزوتونيك والهايبرتونيك سوليوشنز مش محتاجين تظبيطات. طب اظبطهم ازاي يا دكتور؟ يعني ايه اظبط؟ يعني احنا اتفقنا ان احنا بنتعامل مع عدد بارتكلز، صح؟ المحلول ده اهو، لو انا عندي ادي محلولين، لو انا عندي اهو المنظر ده والله قلت لك ان هو فيه سوليوتس اكتر، تمام، وبالتالي الاوزموتيك بريشر بتاعه اعلى، والراجل المحترم ده فيه سوليوتس اقل، وبالتالي الاوزموتيك بريشر بتاعه اقل. فاذا المنظر ده، لو فرضا يا سيدي، لو فرضا المنظر ده هو البلازما، هو الدم بتاعنا، وقلت لك هو المحلول ده كده محلول خارجي، هو المحلول الخارجي ده بالنسبه للدم يبقى اسمه ايه؟ والله ده سوليوتس اقل، يبقى هايبوتونيك. ده خطر، محتاج تظبيط، محتاج الاوزموتيك بريشر بتاعه يبقى شبه بتاع الدم. فاذا انا محتاج اظبطه، يعني هنا 1 2 3 4 5 6، وهنا في 3 بس، محتاج اضيف له انا 3 بارتكل كمان من عندي في التحضيره، اضيف له 3 بارتكل عشان اظبطه ويبقى بيكم ايزوتونيك. ايه ده يعني التظبيط اللي انت قصدك عليه ان انا هضيف له حاجات؟ التظبيطات بتاعتنا بتنقسم الى نوعين. في تظبيطه كلاس 1. يعني ايه كلاس 1؟ يعني هنا اد تونستي موديفاير او ايجنت، هحط ماده من عندي بره تظبط التونستي، زي ما انا قلت لك هنا حطيت 3 بارتكلز من عندي. مين ال3 بارتكلز دول؟ دول تونستي ايجنت. تونستي ايجنت ماده صوديوم كلورايد، حطيت ملح، ديكستروز، كل بوريك اسيد، صوديوم نيتريت، كل الحاجات دي تونستي ايجنتس او تونستي موديفايرز. حطيتها ليه؟ عشان اعدل التونستي بتاعت المحلول، عشان لما يخش على الجسم ما يأذيش الجسم بتاعي. دي كلاس 1. طيب في كلاس 2 من الحلول، يعني هنا الادجستمنت، تظبيط التونستي بينقسم الى نوعين كبار. النوع الاولاني اللي هو هحط تونستي موديفاير، تمام. النوع الثاني الكلاس 2، هنا لا، انا مش هحط ماده، مش هحط سوليوت، ده انا هعمل ايه؟ اد ووتر. احط ميه؟ احط ميه. فهمتي الفكره؟ فاذا انا عايز اعدل الكفه، وعايز اخلي الكونسنتريت، او عايز اخلي الحتتين ايزوتونيك، المكانين ايزوتونيك، البادي فلويد مع المحلول الخارجي اللي هيخش عليها، عايز اخليهم ايزوتونيك. يا اما احط سوليوت في المحلول الخارجي بتاعي وارفع عدد البارتكلز اللي جواه عشان اخليه يرتقي للمحاليل بتاعت الجسم يبقى ايزوتونيك معاها، يعني الفلويدز بتاعت الجسم. يا اما انا هحط معاه كميه من الميه بحيث لما يدخل على الجسم يعادلوا الدنيا والقصه.